خوان لابورتا كيقدم استقالته من رئاسة برشلونة كرئيس وتيخليها للنائب ديالو لأن الانتخابات قربات غادي تكون في مارس. إلا بغينا نديرو تقييم المرحلة الأولى ديال لابورتا، صراحة في الرأي ديالي أنايا صراحة مرحلة ناجحة، مع أن ما اش بغيت تقول ما فيهاش الكمال، فيها الأغلاط وأغلط بزاف، ولكن لابورتا كان شد البارسا وقت اللي دخل له هو، وفيها مشاكل ماديه اللي صعيب يتجاوزها ولا يتعامل مع اي رئيس. ملي كان شد الرئاسه في البدايه ديالو جرى على ميسي واحد الحاجه اللي الصراحه ما زويناش، وجاب كزافي كمدرب، عطاه فرصه، جاب له اللعابه، دار الرفيعات، باع الصنادل، باع القزبر ومعدنوس، باع كل شيء اللي كاين في برشلونه باعو باش يقدر يدير تشكيله زوينه باش ينافس يدير القاب ويدخل فلوس. هكا هو شاف لابورتا في ذاك الوقت، قال ندير رفيعات، ربح القاب والفلوس تبدا تدور. في المرحله الاولى ملي كان كزافي الا بغيتي تقول بحال خد له واحد شويه، هو دا لا ليغا ولكن في شامبيونز ليغ كزافي ما كانش مزيان. لا تعقلوا كان خرج من الدور الاول ملي كنا لعبنا ضد البايرن والانتر، هذيك كانت فرعات البارسا وفرعتها بزاف، وجا هانزي فليك نقد البارسا ونقد لابورتا براسو. دار الموسم اللي فات موسم خرافي، كان على نقشه ويوصل للفينال دي شامبيونز ليغ. في الراي ديالي انايا الشخصي، كون ما كانش الحكام القرع بوطاقيه كره البارسا في الفينال وربما دي شامبيونز ليغ كاع. الموسم الثاني ديال هانزي فليك غادي زوين، متصدر لا ليغا، في شامبيونز ليغ هو في دور 16، وفي كاس الملك غادي يلعب دومي فينال. انا شخصيا نتمنى ان لابورتا يكمل، يبقى رئيس زعما من مور انتخابات مزيانه لمصلحه البارسا والفرقه والاداره وداك الشيء كامل. الخدمه اللي دار خصها تكمل، وتنظن انايا غادي ينجح لابورتا، وما غاديش تكون شي منافسه من عند الاخرين اللي مرشحين. غادي ينجح لابورتا بواحد شو سميتو بواحد السهوله، كنظن، لان خدمته خصو يكملها. انا هذا هو الراي ديالي في اخوان لابورتا.